قرية بوزة الخيول البيضاء. أعزائي مشاهدي قناة عشتار الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج نافذة يزيدية وجولة في قرية بوزان، فابقوا معنا. الزائر القادم لقرية بوزة يشم رائحة التاريخ منها، كونها تعتبر من المستوطنات الأولى ومن التجمعات السكانية القديمة، وما زالت أطلالها باقية كشاهد على عراقتها وقدمها. وهي قرية رابضة على حافات جبل يسمى الجبل الأبيض، ولم تختلف عن بقية القرى الإيزيدية لا من حيث شكل البيوت غير المنتظم، ولا من حيث طبيعة سكانها وعاداتهم وتقاليدهم، وحتى طريقة عيشهم. تقع إلى الشمال من مدينة الموصل بحوالي 50 كيلومترا ضمن منطقة الشيخان، وتتبع إداريا لقضاء تلكيف، ويحدها من الشمال جبلها الشامخ، ومن الشرق قرية كرساف القديمة، ومن الجنوب طريق الميدان وقرية بيبان، ويفصلها عن قصبة القوش واد يسمى وادي جلد الأفاعي. قرية بوزان هي إحدى القرى التابعة لناحية القوش قضاء تلكيف محافظة نينوى، تقع شمال محافظة يعني مدينة الموصل بحوالي 50 كيلومتر، وعن غرب قضاء الشيخان بحوالي 20 كيلومتر، وعن شرق ناحية القوش بحوالي 3 كيلومترات. اختلفت الناس في تسميتها، وكل من يسميها حسب لغته أو لهجته، لذا ترى الكردي يسميها بوزة، والعربي بوزان، والمسيحي بوزاي. ويقال إن اسمها مشتق من لعبة الفروسية التي كانت شائعة في العصور القديمة في هذه المنطقة. ورأي آخر يقول إن كلمة بوزة جاءت من اسم الفرس الأشقر أو الفرس الأبيض البري الذي كان يتواجد في هذه الأصقاع. أما التسمية الحقيقية ومن أين جاء هذا الاسم فيعرفه أهل القرية أكثر من غيرهم. تسمية بوزان حسب المعلومات القديمة ورجال المسنين من القرية ومن ضمنهم شيخ عدان، حسب هذه المعلومات كانت تسمي القرية بقرية زيتونو، ولكن مصادر رسمية لا يوجد مصادر رسمية. أما تسميتها بقرية بوزان بعد مجيء الشيخ عدي بن مسافر إلى لالش، وعند تجواله بين القرى الإزيدية، فجاء إلى قرية بوزان وفي مكان يسمى بصلافقه، وصل إلى هناك وباستقبال أهالي القرية. ولما جاء إلى القرية وكان معه 40 من أصحابه أو من المؤمنين من رجال الدين، وكان خيولهم بيضاء وملابس هؤلاء الرجال بيضاء، فباللغة الكردية يسمون بوز، أي الخيول البيضاء يسمونها بوزا بوز، فسميت هذه التسمية بقرية بوزان، أي جند بوزا، يعني قرية بوزا. هذه التسمية جاءت على هذه الرجال، على هذه اللون الأبيض الذي يدل على الأبيض، يعني بوزا. كونها من القرى والبلدات القديمة، حيث للقرية عدة كهوف ومغارات محفورة في الجبل، يعتقد بأن الإنسان القديم كان يستخدمها، ومن ثم استخدمت أيام الحروب والغزوات والغارات التي شنت على أهل القرية عبر التاريخ، ولها معالم أثرية باقية لحد اليوم، ومنها ما يعرف بشجرة الحليب، وتقع إلى الشرق من القرية، وكانت
يقصدها النسوة اللواتي تشكن من قلة الحليب لرضاعة أطفالهن الصغار، وموقع يعرف بجلد الأفاعي، وهي عبارة عن صخرة كبيرة وسط واد عميق، وتظهر على الصخرة صورة لأفعى، ويقع الوادي عند سفح الجبل. قرية بوزان لها يعني أهمية دينية قديما، هذا مذكورة في أكثر من كتاب حتى من خارج الطائفة اليزيدية. قرية قديمة جدا طبعا، من البداية يسكنها اليزيديون. مهدر طبعا القرية تسمى بكتشك لالش، تأتي بالمرتبة الثانية بعد معبد لالش لأهميتها الدينية طبعا، وفيها العديد من الرموز الأثرية للمزارات. طبعا عندنا عين ماء قديم طبعا موجود في هذا المكان. تاريخ القرية يرجع إلى يعني آلاف السنين طبعا، هو مسكونة، يعني أتصور بأنه الناس سكنوا في هذه القرية في زمن الكهوف يعني، ولا زال موجود في القرية يعني آثار الكهوف موجودة، أكثر من 50 كهف موجود، والبيوت كانت ساكنة في هذه الكهوف، يعني احتمال قبل عصر البناء. أما تسمية كتشك لالش أي لالش الصغيرة فيعتقد بأنها جاءت لهذه القرية نتيجة تميز القرية عن غيرها من قرى الإيزيدية بوجود عدة مزارات وقباب للديانة الإيزيدية فيها، وجاءت أهميتها بعد أهمية معبد لالش كونها كانت القرية الأولى التي سكانها أولياء الإيزيدية بعد خروجهم من معبد لالش النوراني. وآخر يقول أن الاسم يرجع إلى زمن مجيء الشيخ آدي ابن مسافر عليه السلام إلى المنطقة ومروره فيها. ورأي آخر يقول إنها كانت أشبه بمحطة استراحة بين بلاد الشام ومعبد لالش النوراني. كتشك لالش بعد هذه التسمية فبقت يعني هذه التسمية على القرية بقرية بوزان. ولقدسية القرية قبل مجيء الشيخ عدي كانت عوائل يزيدية يعني كثيرة في القرية، في هذه القرية. وعند ولادة الشيخ عدي بن الشيخ بركات الثاني في هذه القرية، ولد في هذه القرية وذو الكرامات والفضل وذات الصفات المتميزة، فسميت لقدسية هذه المنطقة سميت بكتشك لالش تسمية لولادة الشيخ عدي الثاني في هذه القرية. ولأهميتها ورد ذكرها في عدد من الأقوال والنصوص الدينية الإيزيدية، وما زالت الذاكرة الشعبية تسرد قصصا وحكايات عن زيارة أهل المناطق القريبة لقرية بوزا في أوقات كان وصولهم لمعبد لالش صعبا، واعتبروا بوزا لالش أخرى. وتوجد فيها مقبرة كبيرة هي الأكبر في منطقة الشيخان، وهي مقبرة ل14 قرية، ويدفن فيها الرئيس الروحاني للديانة الإيزيدية البابا شيخ، وهذا دليل آخر على عراقتها وقدمها ومكانتها الدينية، وكذلك لها طوافاتها ومناسباتها الدينية الخاصة. أهم الطوافات عندنا طواف صخري وطواف أميرة بوزا. هاي طواف تشمل الكل، يعني تسمى طواف أميرة بوزا، يعني القرية يوجد فيها العديد من المزارات والمقامات والمراغد، فتسمى طواف أميرة بوزا. طواف صخري تقع هذا التاريخ بعد عيد رأس السنة الأسبوع الثاني، يوم الجمعة تصادف، يزورون اكو مزار في داخل القلي، الاهالي القريه يزورون هذا المزار. هذه القرية أسوة بباقي القرى والبلدات بحثت لنفسها عن متنفس تطلق من خلاله معاناتها وتقدم إبداعاتها وتحرك نشاطاتها، فأسست المراكز الثقافية والاجتماعية، وكان من أبرزها مركز لالش الثقافي والاجتماعي.
دور مركز لالش في قرية بوزان، أول شيء افتتح مركز لالش في قرية بوزان في 1/7/2010. هذا المركز يضم أعضاء من بيبان وبوزان. عدد الأعضاء تقريبا يقارب 140 عضو بالمركز. نشاطات المركز هي إقامة الدورات للطلاب، وعندنا دعم للمدارس من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية وللطلاب. كل سنة يقوم مركز لالج ببيبان وبوزان بتكريم الطلبة المتفوقين في الدراسة. النشاطات اللي المركز مالنا يصدرها، أول شيء نصدر مجلة اسمها زمزم لالج، مشتركة فيها مراكز لالج بنكندي وبربني، 6 مراكز لالج هي، وأنا كعضو بها بالهيئة التحرير. وعندنا مع الحفلات ومناسبات، خاصة بالأخير شيء أقمنا حفلة بمناسبة عيد رأس السنة اليزيدية، ونشكر قناتكم لتغطية هذه الحفلة همنا. ويقدر عدد سكانها ما بين 8 إلى 10 آلاف نسمة، ويعد سهلها من السهول الزراعية الخصبة في المنطقة. حدث فيها توسع عمراني ملحوظ بعد عام 2003، إلا أنها لا تزال تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية كالشوارع المعبدة وشحة المياه وخدمات البلدية، وفيها عدة مدارس ابتدائية وأخرى ثانوية. القرية ب4 مدارس، مدرستين ابتدائية ومدرسة إعدادية ثانوية ومدرسة متوسطة. عدد طلاب القرية تقريبا 1500 طالب وطالبة. أول مدرسة بنيت في قرية بوزان كان بها صف واحد سنة 1959، وورا كل سنة يخلص السنة أكو يعني هذا عنده فضل على المدارس المدعو اسمه كورو. ورا كل ما ينتهي السنة كان ينطي إيجار هاي الغرفة للدولة. ورا كل سنة ما تخلص يبني غرفة الأخ على مود المدرسة تكمل على ما صارت 6 صفوف. بسنة 1979 بنت الحكومة المركزية المدرسة اللي بصفنا اللي موجودة هنا، مدرسة مختلطة، وداوم الطلاب بها. عدد طلاب القرية من 1400 إلى 1500 طالب، وأغلبية المعلمين اللي موجودين في هاي المدارس هم من القرية نفسها. وفيها نيشان مقدس يعرف بالمجلس أو المهدر، وبيت الكوشك حسو من البيوت المشهورة والتاريخية في المنطقة يقصدها الناس للتبرك وتحقيق الأمنيات. في هذه القرية هناك مزارات عديدة في هذه القرية، ومقبرة تضم أكثر من 10 قرى مجاورة في هذه القرية تسمى بمهدر. يوجد مزارات عديدة في هذه القرية، عدة مزارات، منها مزار شيخ شمس ومزار شيخ حسن في القرية، والعديد من المزارات، أكثر من 30 مزار في القرية و30 مزار في المهدر موجودين، ونيشان طاوس ملك موجود، وحتى نيشان شيخ عدي ومزار شيخ عدي في مهدر موجود. هذه المزارات عديدة موجودة في القرية. مهدر بوزان تضم
تقريبا 10 قرى مجاورة للطائفة اليزيدية. أيضا بها العديد من المزارات شاهدة طبعا حاليا في المزار. مثل ما تفضل زميلنا طبعا هو لأهميتها الكبرى بين الطائفة اليزيدية. المجلس الروحاني طبعا رئيس الروحاني للطائفة اليزيدية بعد الممات اعتياد يدفن في مهدر بوزان وليس في مكان آخر. مهدر يعني تجمع القبور، يعني تشمل 10 قرى تقريبا. المنطقة يجيبون موتاهم إلى هذه المنطقة يدفنون في هذا المقبرة، في هذه المقبرة. وقرية بوزة حالها حال بقية القرى الإيزيدية، ما زالت تتميز الحياة فيها بالبساطة وتعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات في معيشتها اليومية. أبناء هذه القرية يزاولون مهنة الزراعة، الفلاحة، زراعة الحنطة والشعير والحمص والعدس والباقلاء والبطيخ المشهور بالمنطقة، وأيضا يقومون بتربية الحيوانات والمواشي، لأن القرية تقع في منطقة، لأن الجبل والمراعي أكو في هذه المنطقة كثيرا. عندنا يعني الحاصلين على شهادات، أكو عندنا دكتور بالقرية همنا، بس يعني رايح على الشيخان الدكتور فؤاد عنده محصل على الشهادة. عندنا محامين، عندنا مهندسين، بس سبب الهجرة اللي صارت يعني العراق كلهم هذا الحدث يعني مال الهجرة، واحنا متأسفين على هاي الشغلة مال الهجرة. كانت عندنا شهادات مهندسين ومحامين يزاولون مهنة المحاماة، كلهم طلعوا على الخارج يعني. ونتيجة قرب قرية بوزة من قصبة القوش المسيحية، يتعايش أهالي هذه القرية بمحبة وسلام ووئام كما كان يفعل أجدادهم أيام زمان، ولم يتأثروا بما حدث من عنف طائفي أو قومي اجتاح العراق قبل سنوات. ويجيد العديد منهم لغة السورث وهم يفتخرون بها أمام الآخرين، وكذلك يجيد أهالي قصبة القوش اللغة الكردية المستخدمة بين الإيزيدية. التعايش السلمي موجود في المنطقة منذ القدم طبعا، يعني القرى ذول طبعا كلها قرى من الطائفة الإيزيدية، بجوارهم طبعا الأخوة المسيحيين في منطقة القوش، وإضافة إلى قرى كثيرة يعني قريبة من منطقة بوزان. المسيحيين أيضا شاركوا في يعني مع الإيزيدية في بوزان في القرن الثامن الميلادي، مذكورة في عدد من الكتب بأنه أيضا سكنوا في فترة معينة، يعني ناس كانوا موجودين مذكورين في الكتب مثل يوسف بوسنايا طبعا كان ساكن هنا أيضا في كتبهم، يعني ومذكورة في كتبهم القديمة بأنه البوزان لها أهمية دينية في المنطقة أكثر من أي مكان آخر. طبعا مذكور عندهم أنه هاي المنطقة تسكنها إناس إيزيديون متقين مؤمنين بعيدين عن الأمور السلبية. طبعا نشارك الأديان اللي بمنطقتنا في أعيادهم مناسباتهم، مثل المسيحيين، إخواننا المسيحيين في قصبة القوش، وهم هم يجون يعيدونا بالمركز. تقاليد تقريبا نفس تقاليد مال اليزيدية يعني في المنطقة، بس هناك عندنا في الطوافي اكو تقاليد خاصة. مثلا عندنا قبل الطواف اكو مكان يروحون لها يسمونه بداية الطواف، وبعدين المزارات يزورون المزارات
هاي التقاليد تقريبا، والصبح هم يزورون للمهدر. هاي التقاليد تقام في مهدر بوزان وبعد ذلك في القرية. العادات والتقاليد اللي يتميز بها القرية يعني عادات عشائرية مثل ما نقول، وعادات إنسانية. يعني إذا أحد من القرية يعني صاب بشيء أو عملي صار له عملية، أهل القرية كلهم يزورون عليه من الناحية الإنسانية. هاي من ناحية اللبس، أهل القرية معروفين يعني منذ القدم ولحد الآن اللبس مالهم باقي. يعني هاي اللي خلوه على الرأس ومئزر وملابس يعني مال يزيدية الأبيض، هذه مبينة. الأزياء القديمة باقية. وتعيش القرية حالة مزرية من الخدمات، وتعاني من نقص شديد في العديد من مستلزمات ومتطلبات الحياة. لذا لأهالي القرية مطالبهم الخاصة، والتي من شأنها رفع المستوى الخدمي والمعاشي فيها. قرية بوزان من المناطق المشمولة بالمادة 140، ونظرا لعدم جدية الحكومة الاتحادية بتقديم الخدمات لهذه المناطق، فقرية بوزان تعاني من كثير من الخدمات. فهي تعاني من قلة المدارس رغم العدد الكبير من الطلبة في هذه القرية. بنيت مدرسة في عام 2008 ولم تكتمل هذه المدرسة لحد الآن. كما تعاني القرية من مشكلة في شبكة المياه وعدم الوصول الماء الكافي لبعض البيوت في القرية. وكما تعاني القرية من عدم الخدمات والشوارع داخل القرية. لذا نطالب من الجهات المعنية بتقديم الخدمات لهذه القرية، كما قامت حكومة الإقليم مشكورة ببعض الخدمات لهذه القرية. ونتمنى من الأعضاء مجلس محافظة نينوى النظر بعين الاعتبار لهذه المناطق لتقديم الخدمات. واجب المجاور ويا القرارات مع القرية، اكو مشاكل يحلون، عرس شيء لازم يتواجه عليه. يوم الأربعاء، مساء الأربعاء ومساء الجمعة يدورون على الفتايل، المناسبات اكو يعلقون فتايل. هاي واجب. والبيت الصبح ومساء لازم مجاور يقول ويا المزار، هاي واجب. والباقية القرية يجي إذا أكو قرار شيء، أكو اتفاق شيء، يجون عند المجاور، لازم مجاور يحل هذا القرار أو مشاكل أو شيء أي يكون. هو واجب القرية على مجاور. ننهي جولتنا في قرية بوزان، وقرى أخرى تنادينا. انتظرونا في الأسبوع القادم وبرنامجكم نافذة يزيدية. قبل أن ننهي هذه الحلقة، أبقوا مع هذا التقرير عن الطوافات. الطوافات كرنفالات دينية محلية. الطوافات شكل من أشكال الاحتفالات الدينية المحلية، تقام لإحياء ذكرى الأولياء والصالحين لدى أبناء الديانة الإيزيدية، وتكون بمثابة أعياد خاصة بهم. ففي كل قرية تقام الطوافة باسم أحد الأولياء والذي له مقام في هذه القرية، وهي تشبه أعياد شاندير أو شيرا لدى المسيحيين.
تجري هذه الاحتفالات ابتداء من يوم الجمعة الأولى بعد عيد رأس السنة في شهر نيسان مباشرة، وتستمر حوالي شهر ونصف في قرى بعشيقة وبحزان وشيخان وتلكيف ودهوك وسنجار. وقد تكون هناك بعض الطوافات المتفرقة خلال مواسم السنة. حق الحمد لله يا رب العالمين يا شيخاتي عليك السلام ما أدرك بخوازن رحمة شيخاتي برضا ملك شيختان البركة ما شيشتن يا شيخاتي عليك السلام بتقدرش سواقي شيخاتي كفو مغاري شيخاتي تركها جوال شيخاتي قبل شيخاتي وغاسل شيخاتي قدر قيمتك يا شيخاتي عليك السلام. ومراسم الطوافات قد تكون متشابهة في جميع القرى تقريبا، لذا نتكلم عنها بصورة عامة، حيث قبل أيام قليلة من حلول يوم الطوافة تستعد الناس في القرية لهذا اليوم، وهي تحاضر الملابس والأكلات وتقوم بتوجيه الدعوات للأحبة والأقارب للحضور لديهم يوم الطوافة. وفي عصر يوم الطوافة يقوم الناس بزيارة مقام الولي الذي تقام له الطوافة برفقة رجال الدين، وهم يرتلون بعض التراتيل والطقوس الدينية. ويجلس سادن المقام المجاور أمام باب عتبة المزار داعيا الخير والتوفيق للزائرين، ويجلس كل واحد في المكان المخصص له ويتبادلون الأحاديث العامة ويستمعون للطقوس والتراتيل الدينية التي يقدمها رجال الدين القوالون، ومن ثم يشربون القهوة المقدمة لهم من قبل القهوة. وتتوافد نساء القرية إلى المزار وهن يحملن طعام العشاء للزائرين كخيرات عن أرواح أمواتهم، ويشارك أهالي القرية جميعا في تقديم الطعام. وتستغل الطوافة لكي يتم تجديد وتبديل ستائر الأقمشة التي تعلو قباب المزارات. وفي الصباح الباكر يتوافدون أيضا للاستماع إلى الطقوس الدينية الصباحية ولزيارة المقام، وبعدها يعزف المطرب الشعبي عند مقام الولي معزوفة خاصة تسمى شاز يزي ونشيد شرف دين، والناس مجتمعون وهم يرقصون ويصفقون. بعدها يقدمون عروضا رائعة بالدبكات الشعبية وهم يرتدون زيهم الشعبي على شكل حلقة دائرية أو حلقات واحدة داخل الأخرى على أصوات الطبل والزرناي، وتستمر الدبكات حتى الظهيرة. وتنتشر العوائل تحت الأشجار وفي البساتين على شكل مجموعات ويتناولون الغداء ويشربون الشاي كسفرة عائلية تقضيها العائلة طيلة اليوم حول المزار أو بالقرب منه. ويقوم من له أمنية بإضاءة فتيلة ويضعها في داخل المزار، ومن له مريض يقوم بقطع شعرات من رأسه ويعلقها على أحد الأشجار في داخل كهف المزار. وللأطفال حصتهم أيضا من هذه الاحتفالات، يأتون للطوافات وهم يرتدون ملابسهم الزاهية والجديدة ويقصدون ملاعب الأطفال البسيطة والتي تنصب في ساحات المزار كي يقضوا وقتا سعيدا هناك.